يا رب الاهلي والزمالك يفرحونا النهارده، والاهلي يكسب المصري والزمالك يكسب بيراميدز. يا رب. زمالك مين يا ابني اللي يكسب بيراميدز؟ تخيل ان انا بتفرج على ماتش النهارده بين الزمالك وبيراميدز، مش عايز حد في الفرقتين يكسب، لك ان تتخيل. انا لا احب الزمالك يكسب، حتى لو انا روحي في البطوله في ايده، انا برضو ما احبوش ان هو يكسب. تاني حاجه ان بيراميدز ده برضو انا ما احبوش ان هو يكسب، فحلها لي انت بقى. النهارده الاهلي هيلاعب المصري والزمالك هيلاعب بيراميدز، فانا عايز اقول لك ان الاهلي هيلاعب المصري ان شاء الله. الاهلي داخل بكامل نجومه باستثناء طاهر عشان الاصابه، عمرو السوليه، خالد عبد الفتاح عشان الايقاف. دول المؤثرين يعني، دول الاساسيين، مش هنتكلم عن اللي هم اللي على طول بيقعدوا احتياطي يعني. ديانج بقى امبارح انا طلعت في فيديو قلت ان ديانج خلاص مشي، هيروح تركيا علشان ينضم للمعسكر بتاع نادي الخلود السعودي، يعني استعدادا للموسم القادم. ولكن اليو ديانج فوجئنا النهارده ان هو في القايمه، لان الاهلي عمل اتصالات يعني خرب الدنيا عشان ديانج ما يمشيش، ومش هيمشي. فالاهلي اصر ان ديانج يكون معاه النهارده في ماتش المصري، وكمان بيطلب من الخلود السعودي ان هو يقعد معانا ماتش سيراميكا كمان، وهيقعد ان شاء الله. ماتش الاهلي نشوف ان الاهلي بيكسب المصري كالعاده، ده الطبيعي بتاعه يعني، باذن الله يعني، ونحرز 3 نقط جديده ونقرب من الدوري اكتر واكتر. تعالى بقى الماتش الزمالك وبيراميدز. يعني انا بالنسبه لي كاهلاوي هشجعك ليه؟ هو انا محتاج منك حاجه اصلا؟ حتى لو انا محتاج منك حاجه هستنى ان انت تكسب لي؟ يعني انت اصلا ما بتعرفش تكسب لنفسك، انا هستنى ان انت تكسب لي؟ دي حاجه. الحاجه التانية، الناس الاهلاويه المحنكين، الاهلاويه اللي ما عندهمش خلفيه عن الكوره قسما بالله، انا بندم في يوم من الايام ان انا بتعامل مع الاهلاويه دول كرويا، ولكن على المستوى الشخصي هم اخواتي، ومش هتكلم معاهم كوره تاني. اللي يقول لك ان انا مستني الزمالك يكسب بيراميدز عشان ده مصلحه ليك، مصلحه ليك منين يا حبيبي؟ الاهلي خلاص عامل لك اللي انت يا ابني الاهلي بيكسب بايده، هو كسب الماتشين، ولو كسب الماتشات اللي باقيه كلها هيبقى فرق عن بيراميدز 7 نقط، فالاهلي اوريدي بنسبه 90% حسم الدوري. انا ليه مستني الزمالك يكسب يعني؟ ولا هو موضوع خدوني معاكم عشان انا ما بعرفش امشي لوحدي؟ بالنسبه لبيراميدز كمان، انا بالنسبه لي مش عايز بيراميدز يكسب. انت عارف النتيجه اللي ترضيني ايه بالنسبه لفرقتين زي دول؟ ان هم يتعادلوا، لا ده يكسب ولا ده يكسب. وخلي بالك التعادل في مصلحتي، وفي نفس الوقت انا فرحت في ان مفيش فريق فيهم كسب. بس اكتر حاجه نفسي فيها، انا بحب ان الزمالك يخسر، ببقى مستمتع كده والزمالك بيخسر والله. بس ده فريق اصلا يعني كحول برضه يعني، انت فاهمني. فانا مش عارف، هنسيبها على الله. وبعدين هنتفرج على ماتش الاهلي والمصري ونعرف نتيجه الزمالك وبيراميدز، وفي نفس الوقت هنطلع نفرح للاهلي ان شاء الله، وهنطلع نحفل على الفرقتين بتوع الزمالك وبيراميدز عادي جدا.